كبسولات النسبريسو من اعظم الحاجات اللي اتعملت في تاريخ القهوه. اختراع عظيم جدا، بتحط الكبسوله في ماكينه القهوه وبعد كده يطلع لك اسبريسو جميل جدا. الفكره بقى ان انت لو رحت اشتريت كبسولات نسبريسو هتلاقيهم كلهم شبه بعض وتحس ان انت مش فاهم ايه الفرق اللي فيهم. يعني مثلا الكبسوله دي اسمها ساكورو، مش فاهم ايه ساكورو دي، وفي انواع على اسماء البلاد زي اندونيسيا واثيوبيا، هي اسامي كتيره جدا. وبعدين بقى تمسك الكبسولات تلاقي احجام كوبايات وتلاقي رقم اسمه انتنسيتي. ايه بقى الفرق ما بين كبسولات الاسبريسو دي كلها، وازاي تقرا اللي موجود على العلبه، وازاي تختار الكبسوله المناسبه ليك؟ فانا عملت لكم الجايد ده عن كبسولات النسبريسو. نسبريسو هو براند تم تأسيسه سنة 1986، وبراند نسبريسو هو تابع لشركة نسلي. تقدروا تقولوا كده نسلي كانت عايزة تعمل لاين مختلف عن النسكافيه، فطلعوا منتج قهوة جودته عالية اللي هو نسبريسو، وكل كبسولة من كبسولات النسبريسو فيها حاجة مختلفة. فأنا عملت الفيديو ده عشان أوضح إزاي ممكن حد يختار كبسولات النسبريسو وإيه الفروقات البسيطة اللي ما بينهم. أصدقائي الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من زبين ستوري. الحقيقة هي مش جديدة، هي دي يعتبر أول حلقة أو أول فيديو أعمله، يعني فيديو على اليوتيوب طويل. اللي ما يعرفنيش أنا اسمي عبد المنعم عمر، وأنا كونتنت كريتور بعمل فيديوهات عن القهوة. عندي انستجرام وعندي تيك توك ومؤخرا بقى عندي فيسبوك وتويتر، فيا ريت يعني كتر خيركم لو عملتوا لي لايك وفولو على كل البلاتفورمز دي كلها. وحاليا أنا بدأت اليوتيوب، وبرضه عندي بودكاست أنا بعمله منزله على سبوتيفاي وأبل بودكاست وجوجل بودكاست، وبرضه بنزل حلقات البودكاست على اليوتيوب. فيا ريت لو تعملوا لي سبسكرايب. وبص أنا مش هوجع دماغكم، يعني اتفرجوا على الفيديو عجبكم ممكن تعملوا سبسكرايب بقى والكلام اللي احنا بنقوله في الفيديو. انا بحب كده لما اتكلم عن حاجه كاني كده قاعد، يعني بتكلم مع واحد صاحبي او بتكلم معاكم او بتكلم بنتناقش في الموضوع، فكاننا قاعدين مع بعض كده في مكان وبنشرب قهوه وبنتكلم مع بعض. وانا محضر الكوبايه القهوه بتاعتي، الحقيقه فاضيه ما فيهاش قهوه، بس يعني شكلها حلو فانا قلت احطها جنبي لو احتجتها او حاجه تبقى موجوده. ويلا بينا نبتدي. بصوا، فلنفترض دلوقتي انتوا دخلتوا محل نسبريسو اللي بيبيع كبسولات نسبريسو، رحتوا على واحده من علب النسبريسو وخدتوها بالشكل ده. خليني اقول لكم ان النسبريسو عامله مجموعات من القهوه، وكل مجموعه تحتها اطعمه مختلفه من القهوه. فهتلاقي على العلبه هنا مكتوب اسم المجموعه، فالمجموعه دي اسمها ماستر اوريجينز، والكبسوله اسمها اثيوبيا. المجموعه اللي اسمها ماستر اوريجينز دي برضو تحتيها مثلا اندونيسيا وانديا وحاجات كتيره جدا، بس نسيبنا منه دلوقتي وهشرحه في الاخر. تاني حاجه بقى هتدور عليها مقاس الكوبايه. كبسولات النسبريسو بتكون مصممه بشكل معين. كبسوله الاسبريسو بتطلع لك مشروب بثلاث احجام مختلفه. اصغر حجم اللي هو الريستريتو، وده بيطلع لك مشروب 25 مللي. تاني حجم هو الاسبريسو، وده بيطلع لك مشروب حجمه 40 مللي. اخر مشروب وده اللونجو بيطلع لك 110 مللي. فانت لو بصيت على العلبه دي هتلاقي مكتوب عليها ان انت ممكن تعمل منها مشروب 40 مللي اللي هو الاسبريسو، ممكن تعمل منها مشروب لونجو اللي هو ال 110 مللي، بس مش مكتوب ريستريتو مثلا. هو الفكره كلها ان كل كبسوله معموله لحجم معين من المشروبات، فانت تلتزم بالحجم اللي هم كاتبينه وخلاص. وكده كده ماكينات القهوه بيكون فيها اكتر من زرار بتنقي بيها الحجم المناسب ليك، وكمان انت ممكن تغير حجم مشروب القهوه لكل زرار من المكنه نفسها. بس اظن لو الكبسوله برده معموله للحجم الصغير انت ممكن تدوس على الزرار اللي بيعمل لك حجم كبير وبرده هيبقى طعمها حلو، ما اظنش ان هيبقى فيها حاجه. يعني الفكره بس ان هم عاملين يعني كل كبسوله بالمواصفات بتاعتها. خليني اقول لكم حاجه تانية، لو انتوا رحتوا تشربوا قهوه في مكان معين، مثلا مشروب الاسبريسو اللي انتوا ممكن تشربوه ممكن يبقى حجمه 35 مللي او 38 مللي، فما تربطوش الاحجام اللي مكتوبه على الكبسولات بتاعت النسبريسو بالاحجام اللي بتتعمل بره. يعني نسبريسو مش ريفرنس ليكم للحاجات اللي بره. اخر حاجه بقى، وناس كتيره جدا بتخش تسالني عن الموضوع ده، الانتنسيتي او القوه بتاعت القهوه بتكون مكتوبه بالارقام. يعني ممكن يبقى 4، ممكن يبقى 6، 8، 12. يعني مثلا انا عايز اجيب علبه تانية، يعني الكبسولات دي الانتنسيتي بتاعتها 4، والكبسوله دي اللي اسمها اندونيسيا الانتنسيتي بتاعتها 8. ده معناه ايه بقى؟ في ناس بتسالني هل ده معناه ان الكافيين فيها اعلى؟ بس الحقيقه لا. وكده كده اصلا لو نسبريسو جت قالت لي ان الانتنسيتي معناها كافيين اعلى، انا مش هقتنع اصلا بالموضوع، لان الكبسولات كلها فيها تقريبا نفس كميه القهوه، واكيد الكافيين اللي جوه القهوه متقارب جدا. ففكره مقياس الكافيين بالانتنسيتي دي حاجه اصلا يعني صعبه، مش سهله خالص يعني. بس الانتنسيتي معناها درجه التحميص بتاعه القهوه. الفكره ان القهوه كل ما بتتحمص اكتر شويه القوام بتاعها بيزيد، وطعم القهوه بيبدا يمرر شويه، طعم بيختلف بيبقى قوي شويه. وكمان بتقيس قوه طعم وقوام محصول القهوه اللي مستخدم في الكبسوله، فطبيعه محصول القهوه مع التحميص كل ده بيقيس الانتنسيتي. وكمان انت لو دخلت على الويب سايت بتاعهم هتلاقي كل كبسوله مكتوب درجه الروستنج بتاعها، وده المقياس اللي بيقيس التحميص بس. وعايز اقول لكم ان علبه الكبسولات بتاعه النسبريسو فيها 10 كبسولات، ومن الحاجات الجميله في الكبسولات بتاعه نسبريسو ان هي الومنيوم، وكمان ممكن يتعمل لها اعاده تدوير. هم بقى مهتمين بالانفايرمنت وان هم يحافظوا على البيئه والكلام ده، ودي حاجه طبعا تحترم جدا، ومعظم الشركات بتهتم بالموضوع ده. نسبريسو ما بتعملش حجم واحد من الكبسولات الصغيره دي اسمها اوريجينال، وفي مقاس تاني مثلا اسمه فيرتوا، ده مقاس كبير شويه، هم عاملينه عشان يعملوا مشروبات قهوه حجمها اكبر شويه. وغير كده ماكينات القهوه بتاعه الفيرتوا دي او مقاسات الكبسولات الكبيره بتبقى ماكينات مختلفه. ونسبه الكافيين اللي موجوده في مشروب الاسبريسو اللي بيطلع من الكبسوله دي من 60 ل
80 مللي جرام من الكافيين. كل بقى كبسوله من الكبسولات دي ليها طعم معين، يعني ممكن مثلا تخش على الويب سايت بتاعهم تروح على اسم الكبسوله اللي هي اسمها اندونيسيا دي، هتلاقوا ان هي فيها انواع معينه من الطعم وكده. يعني ممكن يقول لك مثلا طعمها قريب شويه من المكسرات، من الفواكه، الطعم الطبيعي اللي موجود جوه القهوه اللي هم بيستطعموه، فهم بيكتبوه اللي بيبقى اسمه النوتس بتاعه القهوه او الايحاءات بتاعه القهوه. وفي انواع كبسولات بتكون ديكافينيتد اللي هي بتكون من غير كافيين، وفي انواع كبسولات بيكون محطوط فيها فليفرز مش طبيعيه، او يعني قصدي اقول طعم محطوط جوه القهوه نفسه. نيجي بقى لاخر جزء وده يعتبر اهم جزء كنت عايز اتكلم عنه، ايه معنى الاسامي اللي مكتوبه على الكبسولات بتاعه النسبريسو. انا هشرحها بشكل سريع وهقول لكم ازاي تقروا عنها اكتر لو حابين تعرفوا معلومات اكتر، وبعد كده هنجرب كام كبسوله سريعا كده وندوقهم مع بعض، او يعني هدوقهم وانتم هتبقوا معايا يعني انتوا وانا بدوقها. هو عامه كبسولات النسبريسو كل فتره بتطلع يعني انواع مختلفه من الكبسولات بتبقى موجوده لفتره معينه، بيبقى اسمها ليميتد اديشنز وحاجات كتيره جدا، بس في انواع كبسولات ثابته ما بتتغيرش. طيب كبسولات النسبريسو بتتقسم لمجموعات مختلفه، وكل مجموعه تحتيها مجموعه من الكبسولات. في مجموعه مثلا اسمها اسبريسو، ودي تقريبا اول كبسولات نسبريسو عملتها. فانتوا مثلا هتخشوا على الويب سايت بتاعهم، هتروحوا على الكبسولات اللي اسمها اسبريسو، هتلاقوا مكتوب كل المعلومات عن الكبسوله دي. يعني مثلا هتلاقوا مكتوب عنها ان هي عباره عن بلند محصول برازيلي من حبوب الارابيكا وشويه حبوب روبوستا موجوده جواها. وانا هسيب في الديسكربشن اللينك اللي موجود فيه كل المعلومات عن الكبسولات لو انتوا عايزين تخشوا وتعرفوا كل المعلومات عن الكبسولات. تاني مجموعه بقى عايز اتكلم عنها هي اسبرازيوني ايطاليانا. انا حاسس كده ان انا ايطالي وانا بقولها اسبرازيوني ايطاليانا. القهوه دي مسميات الكبسولات بتاعتها على اسامي مدن في ايطاليا. اكيد طبعا الحبوب دي مش من ايطاليا، بس هم عاملين كبسولات ببلندات معينه انسبايرد او مستوحاه من تقاليد شرب القهوه الايطاليه او الطريقه اللي بيحمصوا بيها في ايطاليا. يعني هتلاقوا كبسوله مثلا اسمها روما، المدينه في ايطاليا، يعني بسيطه اهي. وفي كبسوله اسمها نابولي، والكبسوله دي تقريبا من اقوى الكبسولات اللي موجوده في نسبريسو، الانتنستي بتاعتها 13. يعني دي مثلا كبسولات روما اهي معايا، هي دي كبسولات روما. المجموعه الثالثه اللي عايز اتكلم عنها هي وورلد اكسبلوريشنز، واظن باين من اسمها. اسامي الكبسولات دي على اسامي مدن معينه، كانهم بياخدوك كده ويلففوا بيك العالم ويدوقوك قهوه مستوحاه من المدن اللي بعيده دي الكتيره دي، وكانك بتاخد رحله حوالين الكره الارضيه. ومعظم الكبسولات دي تقريبا بيتعمل منها مقاس حجم القهوه اللونجو اللي هو 110 مللي. يعني في كبسوله اسمها طوكيو، هم اكيد ما راحوش جابوا قهوه من طوكيو اكيد يعني. وفي كبسوله اسمها شنغهاي لونجو، وكده كده لو قريتوا عن الكبسولات دي هتلاقي ان هي بلندات من اراضي معينه. رابع مجموعه عايز اتكلم عنها هي الماستر اوريجينز. كبسولات الماستر اوريجينز تقريبا هي المسمى الوحيد لكبسولات الاسبريسو الواقعيه، يعني اللي ليها معنى فعلا. انا عندي هنا منهم 3: اندونيسيا واثيوبيا وكولومبيا. اظن ان واضح جدا ان القهوه مسماه على اسم البلد بتاعتها. نسبريسو بتسمي الكبسولات دي سنجل اوريجين، يعني حبوب القهوه الكولومبي دي راحوا جابوها من اراضي في كولومبيا وجمعوا لك محاصيل جميله جدا مع بعض في الكبسوله دي. عاده يعني المتعارف عليه في القهوه المختصه او الناس البروفيشنال ان كلمه سنجل اوريجين بتبقى قهوه جايه من بلد واحده وكمان مزرعه واحده. انت مثلا لو دخلت على الكبسوله اللي مكتوب عليها انديا هتلاقيها محصول ارابيكا ومحصول روبوستا مع بعض، يعني هم مجمعين محاصيل مختلفه من القهوه روبوستا وارابيكا، بس في الاخر هم كلهم من الهند. اخر مجموعه بقى عايز اتكلم عنها هي الباريستا كرييشنز. في بقى باريستا في بلاد مختلفه عملوا بلندات من القهوه وطعم معين من الكبسولات مستوحاه من خبرتهم، عشان كده اسمها باريستا كرييشنز. يعني هنا في كبسوله اسمها تشيارو، لو انتوا دخلتوا على الكبسوله دي على النت هتلاقوا مكتوب عليها ان هي فيها طعم شبه شويه البسكوت، وان الكبسولات بتاعت تشيارو دي عباره عن محصول من كينيا على محصول من اندونيسيا، خلطهم مع بعض وطلع لنا الكبسوله دي. في مثلا كبسولات تانية زي مثلا الكراميل كريم بروليه والفانيلا اكلير والبامكن سبايس، الكوكوا ترافل او ترافل الشوكولاته. كل الاسامي اللذيذه قوي دي اللي انا طلعتها دي محطوط فيها طعم اصلا جوه القهوه. يعني الكراميل كريم بروليه محطوط جواها طعم كراميل، الكوكوا ترافل محطوط جواها طعم شوكولاته، الفانيلا محطوط جواها طعم فانيليا، البامكن سبايس كيك دي المفروض جواها قرفه، ودي كانت موجوده لفتره معينه، انا مش عارف هي لسه موجوده ولا لا الحقيقه. وكبسولات الباريستا كرييشنز معموله برضو لوصفات القهوه اللي بيكون فيها لبن عشان طعمها بيبقى مناسب شويه مع اللبن. انا هسيب لينك في الديسكربشن لو عايزين تخشوا تقروا عن الحاجات دي، وهم بصراحه براند مبدع جدا. اخر حاجه سريعا بقى، تعالوا ندوق كبسولتين كده مع بعض. دلوقتي انا جهزت مكنه الاسبريسو ومحدش يسالني جبتها منين او سعرها كام، لان المكنه دي قديمه جدا وما بقتش تتباع. انا قديم شويه. كوبايه اهي والمعلقه اللي بقلب بيها الاسبريسو. لو انت بتشرب اسبريسو احسن طريقه تشربها بيها ان انت تقلبها الاول قبل ما تشربها. الفكره ان الاسبريسو عباره عن 3 طبقات بيتكونوا فوق بعض، وكل طبقه بيبقى فيها طعم معين من الاطعمه اللي جوه القهوه يعني. فانت لما تقلبهم الاطعمه دي كلها بتتغلغل مع بعض جوه الكوبايه وبيبقى طعم الاسبريسو افضل. اول كبسوله هجربها هي الكبسوله دي باريس اسبريسو. شكل الكبسوله جميل جدا. حط الكبسوله، نقفل الماشين. القهوه دي الانتنستي بتاعتها 6. انا جبت كوبايه اكبر عشان يبقى احسن فيها اشرب براحتي يعني. نصيحه مني لما تجيب مكنه اسبريسو اقرا الزرار اللي بيحضر لك القهوه، بيحضر لك كام ملي من المشروب، عشان ممكن الماكينات تختلف او يبقى في اختلاف في المشروب، فتعرف تجيب الكوبايه المناسبه عشان تشرب براحتك، عشان ممكن يبقى كوبايه صغيره او كبيره هكذا يعني. يلا بينا نديها تقليبه حلوه.
المفروض النوتس بتاعتها او الايحاءات بتاعتها انها فواكه وبسكوت، فهي جميله، والانتنسيتي 6 رقم كويس جدا، طعمه حلو، انا شايف انه مناسب لو حد عايز يشرب اسبريسو. تاني حاجه بقى انا عايز اجربها هي البامكن سبايس، والبامكن سبايس دي اللي المفروض جواها طعم قرفه، وانا اخترت الكبسوله دي عشان اكيد هيبقى فيها اختلاف جامد ما بينها وما بين الثانيه، علشان دي فيها فليفر والثانيه ما فيهاش فليفر. لون الكبسوله برتقالي، نحطها نقفل عليها. بجد ريحه القرفه تحفه. انا بصراحه بحب جدا فكره البريس كريشن اللي هم بيعملوها، ان هم بيحطوا فليفرز جوه القهوه بتطلع طعم مختلف وريحه مختلفه، وفكره ان هم يحطوا طعم في الاسبريسو ويطلع حلو دي انا شايفها حاجه كويسه جدا او حاجه ناجحه، يعني حاجه لذيذه. بحب الريحه دي جدا بجد. طعمها حلو جدا على فكره وخفيف، والانتنسيتي بتاعتها مش قويه، فانت حاسس بطعم القهوه مش مر، وطعم القرفه باين، فلو انت بتكره المراره اللي في القهوه الاختيار ده حلو جدا. انا الحقيقه محتاج مره كده اعمل فيديو وادوق فيه طعم كل الكبسولات عشان اقدر اوصف كل واحده، علشان ممكن لو حد عايز طعم معين او كده. في لينك برضه هسيبه لكم في الديسكربشن، بتخشوا عليه وهتلاقوا وصفات للقهوه نسبريسو حطاها، يعني ممكن تعمل مثلا كابتشينو بطريقه معينه، مشروب معين، وكل ده بالكبسولات بتاعت نسبريسو عشان تعرف تعمل مشروبات كويسه في البيت. اصدقائي الاعزاء، وكده وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، اتمنى يكون الفيديو كويس. عامه انا كان نفسي ابتدي يوتيوب من زمان جدا، ايام ما كنت بلعب جيمز وانا صغير، واخيرا حققت الحلم ده، وانا ناوي اعمل فيديوهات كتيره. فيا ريت الفيدباك بتاعكم، قولوا لي اغير من ايه، اظبط من ايه. يعني انا عارف مثلا الناس كلها بتيجي تقول لي انت بتتكلم بسرعه جدا، يعني ده طبيعي فيا يا جماعه، ده طبيعي ان انا بتكلم بسرعه جدا. عايزين بقى ايه فيدباك من هذا الشكل، احاول اظبط الدنيا. عايزين تعرفوا ايه اكتر عن القهوه، ده الجايد السريع لكبسولات النسبريسو. واخيرا هقول الجمله دي كان نفسي اقولها جدا، لو الفيديو عجبكم اعملوا سبسكرايب للشانل، فعلوا زر الجرس النوتيفيكيشن عشان ما ينزل لي فيديو وتتفرجوا عليه وتنبسطوا وتفوقوا من القهوه وريحه القهوه. يعني بصراحه نفسي تشموا ريحه القهوه اللي انا شاممها دلوقتي يعني. وشكرا لكم، وكل ما هو قهوه فهو جميل، وبس كده.